واهلا بيكم في قناة ايه اللي هيحصل، المكان اللي دايما بنسافر فيه بخيالنا وبنكتشف حاجات ابعد من اللي عقلنا ممكن يتخيله. فكرت قبل كده في المستقبل البعيد جدا؟ احنا مش بنتكلم عن سنة ولا حتى 1000 سنة، احنا بنتكلم يا اعزائي المشاهدين عن 10 كوانتليون سنة قدام. رقم صعب تتخيله صح؟ انا عايزكم تحضروا نفسكم واربطوا الأحزمة، لان رحلتنا هتبدأ حالا. هنشوف مع بعض شكل الكرة الأرضية والبشر في المستقبل البعيد جدا. جاهزين؟ يلا بينا. تخيل كوكب الأرض دلوقتي نقطة زرقاء صغيرة وسط بحر كبير من النجوم. ده كان البداية، وهنا رحلتنا هتبدأ، وخيالك هو المفتاح اللي هيودينا للمستقبل. بس قبل ما نتحرك، فكرت الأرض هتبقى عاملة ازاي بعد 10,000 سنة؟ تعالى أنا هقولك. في المستقبل ده البشر غالبا هتكون عدت تحديات زي تغيرات المناخ والأوبئة وحتى الحروب، والتكنولوجيا هتبقى متطورة جدا لدرجة انك ممكن تحس ان انت عايش على كوكب تاني. وبالنسبة للجينات البشرية، الاختلافات اللي بيننا زي لون البشرة والشعر هتختفي تماما، وكل البشر هيبقوا شبه بعض. والسؤال هنا، هل ده هيخلي العالم أحسن؟ طب بعد 20,000 سنة ايه اللي هيحصل؟ تعال أنا هقولك. اللغات اللي احنا بنتكلمها النهاردة مش هتكون ليها وجود. اللغات الجديدة هتتغير تماما، وهيفضل 1% بس من الكلمات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. طريقة التواصل بين البشر ممكن تبقى مختلفة تماما، ويمكن أصلا تبقى من غير كلام أصلا. طب يلا تعالوا نغوص أكتر. بعد 50,000 سنة الأرض هتدخل عصر جليدي جديد، ودرجة الحرارة هتنزل جدا، والمناطق الدافية اللي احنا عارفينها دلوقتي هتبقى عبارة عن كتل ثلجية صلبة. شلالات نيجيريا مثلا هتختفي بسبب التآكل، وفي نفس الوقت عدد ساعات اليوم هيزيد بثانية إضافية. فكرت تعمل إيه بالثانية دي؟ قولي في الكومنتات هتعمل إيه بالثانية دي. يلا نغوص أكتر. بعد 250,000 سنة قدام، البركان العملاق اللي اسمه لاويهي في جزيرة هاواي هيظهر فوق سطح البحر، وهيكون جزيرة جديدة. بس التحدي مش هنا. التحدي الأكبر هيكون احتمال اصطدام كويكب ضخم بالأرض. لو ده حصل، الأرض هتواجه كارثة كبيرة جدا زي حرائق ضخمة وجو غير صالح للتنفس. طب السؤال هنا، هل هيكون عندنا التكنولوجيا اللي تمنع الكارثة دي؟ قولولي في الكومنتات. طب لو بعد 500 مليون سنة قدام، تعال أنا هقولك. الشمس هتبدأ تسخن جدا جدا، والأرض اللي احنا عايشين فيها هتبقى زي الفرن، والمحيطات هتتبخر، والجو هيبقى غير صالح للحياة. أما البشر لو لسه موجودين، مش هيبقوا عايشين على الكرة الأرضية، هيبقوا عايشين عن عالم تاني، او حتى في مجرات بعيدة تانية مختلفة. خلينا بقى نخش في المستقبل البعيد قوي. لو بعد 10 كوانتليون سنة قدام، تعال انا هقولك. هنا بقى هنوصل للنهاية الكبرى. النجوم اللي كانت بتنور للسما هتختفي، والكون هيبقى مكان مظلم جدا مفيش فيه اي مصدر للحياة. حتى الثقوب السوداء اللي بتبلع كل حاجة هتتبخر. بس هل دي النهاية فعلا؟ عايز اسمع آرائكم في الكومنتات. وممكن تظهر قوانين جديدة للفيزياء أو أشكال حياة إحنا ما نعرفش عنها حاجة، والأسرار ديت تبدأ تظهر. الكون يا عزيزي المشاهد مليان أسرار، ويمكن نهايته تكون بداية جديدة تماما لينا. في إيه اللي هيحصل؟ إحنا دايما بنحاول نرسم صورة للمستقبل مليان غموض وأسرار، وكل خطوة في رحلتنا بتفتح لينا أسئلة جديدة. إيه رأيك؟ شاركنا أفكارك عن المستقبل، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل حاجة جديدة. يلا سلام، واشوفكم في فيديو جديد قريب جدا.